بيقولوا إن أسوأ إحساس في الدنيا إنك تمشي في ممر ضلمة طويل وتسمع صوت خطوات من غير ما يكون في حد وراك. القصة دي حصلت مع محمود، شاب شغال في شركة أمن خاصة. كان عندهم تكليف بحراسة مبنى مستشفى حكومي قديم اتقفل من سنين بعد ما حصلت فيه حرايق وحوادث غامضة. محمود استلم الوردية بتاعته الساعة 12 بالليل. المبنى ضخم وموحش، مليان غرف فاضية وأسرة صدية وحيطان متآكلة. صغيرة واقفة لابسة فستان أبيض وبتبصله من بعيد. هو اتجمد مكانه، ولما رمش بعينه البنت اختفت. حاول يكمل ورديته بس التوتر كان بيخليه يسمع أصوات غريبة، أنين، صرخة مكتومة، باب بيتفتح ويقفل. وفي مرة وهو ماشي في الممر حس إن في إيد باردة لمست كتفه. لما لف ورا مفيش حد. اللحظة اللي خلته ينهار لما دخل غرفة عمليات قديمة، لقى على الحيطة مرسوم بخط أحمر: أنت اللي جاي الليلة مش هتخرج. محمود جري بأقصى سرعة، نزل السلم وطلع على الشارع من غير ما يبص وراه. تاني يوم قدم استقالته وقال إنه عمره ما يرجع يحرس المكان ده تاني. بعد الليلة المرعبة دي محمود كان فاكر إن الموضوع انتهى بمجرد ما ساب المستشفى، لكن الغريب إن الكوابيس بدأت تطارده. كان كل ما ينام يشوف نفسه واقف في نفس ممر المستشفى واللمبات بتفصل